نشهد اليوم في هذا الأمسية الأدبية هي أدبية شعرية، والتي تدخل ضمن خارطة الطريق للبرنامج الثقافي المسطر من طرف وزارة الثقافة والفنون والمسمى بمنتدى الكتاب. إذن هي الطبعة أو العدد السادس الذي نتشرف بافتتاحه إن شاء الله، وبحضور وتقديم لإصدار رياحين الروح لكاتبة شاعرة هلال جميلة، والتي هي في نفس الوقت رئيسة المكتب الولائي لاتحاد الكتاب الجزائري لوزير العباس. وكنا تعاملنا معها سابقا ولها عدة نشاطات ثقافية، وهي بصدد كذلك التحضير لملتقى وطني إن شاء الله سوف يكون بالتنسيق مع قطاع الثقافة الولاية وزير العباس. وتاليها إن شاء الله هناك مناقشة إصدارات الكاتبة والشاعرة، وكذلك سوف نشهد بيع بالتوقيع. والله المجال مفتوح لكل الكتاب والأدباء، وهذا النشاط الثقافي الذي سوف يسمح لنا بالترويج لأهم الأعمال الثقافية التي تكتب من طرف المبدعين وكل المهتمين بالكلمة هنا بوزير العباس. إن شاء الله سوف نستضيف كل الكتاب وكل المؤلفين الذين يمتلكون الإصدارات الجدد هنا بالولاية، وربي يوفقنا إن شاء الله، والمزيد من التألق والنجاح للجميع، وشكرا. جميع الكتاب حتى أنا دائما استثمر في الطفل. نتمنى حضور طفل قارئ يكتب لنا في القصة أو الرواية هنا في المنصة وبحضوركم بإذن الله، وهذا تشجيعا لأطفالنا وجعلهم بينهم المنافسة في القراءة والمطالعة. والمكتبة الرئيسية مفتوحة للجميع. الكريم، في إطار تشجيع المطالعة وترقيتها وتجسيدا لتوصيات السيدة وزيرة الثقافة والفنون التي تنوي إلى غرس ثقافة القراءة والتحفيز على المقروئية، تتشرف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية محمد القباضي لولاية العباس بدعوتكم لحضور فعاليات التظاهرة الثقافية منتدى الكتاب في عددها السادس، وفق برنامج فكري وأدبي ثري ومتنوع، احتفاء بإصدارات الكتاب والمؤلفين الجزائريين سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وتقريبهم من القراء وهواة المطالعة والترويج لمختلف مؤلفاتهم. ومن هذا المنطلق ارتأينا أن نزين جلستنا الأدبية اليوم الكاتبة والشاعرة الأستاذة جميلة هلال التي ستقدم لنا إصدارها رياحين الروح. ويستعزز هذا اللقاء بقراءات أدبية نثرية وشعرية لكوكب من الأدباء والشعراء موسومة به على خطى الراحلين، وتحت شعار إنه الجهاد نصر أو استشهاد. بداياتي الآن في مجموعات أخرى، وهي من أسرار حائرة ومن نسائم الهمسية تحت الطبع، هي كلها قصائد ثورية، كلها تخاطب الوطن، تخاطب مبدأ الوطن، لأننا في زمن هو زمن الجميع يعرفه، ونتمنى كل الخير إن شاء الله، وشكرا لكم. ومشت نحو أصابعي
صمت الشفاه. يا الله تأخر النهار، أحتاج أن أمسك السماء، أن أضع على كف النار جسدا يراقصني في غضب. حين تساقط الجرح وبلهفة التقطت أنفاس الصلاة. يا الله امتلأ الغد والملائكة وتلك الحائرة الباكية تبحث عن عاصفة، عني عن وطني يبكي الصباح. يا الله ألقت على كتف الجراح وبكت في خشوع. الكل يشهقني كأن لا هواء، لا نقاء غيري، لا حياء. يا الله أتعبتنا الليالي، لحظة الانتظار، احتراق الياسمين في شتاء الغيب، وأنت الحبلى بالحنين والأنين والميلاد فيك. يا الله النبض ثائر، الجرح غائر، الجمع يسائل بعضه والبعض يخاطب بعضه. أهي الأرض تقاتل؟ في غزة الروح ترسم وجه الزيف الزائل، تزف رحيلها الملائكة في عمق هذا الصمت القاتل. في غزة كل الحجارة حزينة تصرخ لا للدمار لا للحصار. أرضي لن أغادر. اليوم المميز والله أنا فرحة بهذه الوجوه بهية الطلعة التي تصنع فسيفساء حضاريا وثقافيا لهذه الأمسية المميزة لولاية سيدي بن عباس. Cassons le mieux, forgeons le futur pour une vie belle plus que plus lienne. Que plus le ciel nous donne, faisons ça pour les enfants de Gaza. تتريكي اسم كتب وصنع نفسه بين الكتاب والأدباء، لك في غمار الشعر عوافي تطري مسامع من حضروك، وفي الكتابات والروايات منصب تشرفين به ولايتك. أنت الإكرام، أنت السخاء، أنت الجزائر التي لا ينتزك أحد وأحرارك واقفون. أنت الفضاء، أنت الشمس، أنت الهواء، أنت الجزائر لن يبقى فيك إلا الصفاء. طبعا في هذا اليوم المميز والرائع أشكر مكتبة القباطي محمد على استضافتي في منتدى الكتاب، وأشكر السيدة الفاضلة الأستاذة الرائعة المميزة على هذا المجهود الكبير فتحي حياة على تقديمي بهذا وتقديم النسخة من ديواني حور الصحاري ورياحين الروح. وأيضا من ضمن الكتاب أيضا قدمنا أمسية أدبية تضامنا مع إخواننا في غزة الصامدة. طبعا أشكر مدير مكتبة القباطي ومدير الثقافة لولاية سيدي بن عباس على هذا المجهود الدؤوب، ونتمنى إن شاء الله استضافات أخرى لأدباء سواء من اتحاد كتاب الجزائر فرع بن عباس أو أدباء آخرين من جمعيات أخرى، كتاب ومبدعين وشباب، وحتى كما قال مدير مكتبة القباطي أننا نستضيف حتى المبدعين الشباب، يعني أطفال. هناك من في سن 12 أو 14 سنة لكنه مبدع ولديه طاقة إبداعية سواء في الكتابة الأدبية أو حتى في المسرح أو غير ذلك. فشكرا ألف شكر على هذا التقديم. في إطار التظاهرية الثقافية منتدى الكتاب في عددها السادس من ولاية سيدي بن عباس بالمكتبة الرئيسية للمقالة العمومية لولاية سيدي بن عباس، نشهد في هذه الأمسية الأدبية تقديم كاتبة وشاعرة من ولاية سيدي بن عباس وهي تمثيلة السيدة جميلة كنان، لتقديم آخر إصدار لها بعنوان رياحين الروح لكاتبة وشاعرة جميلة، مع مناقشة لأهم الإصدارات الكاتبة والشاعرة وبيع بالتوقيع كذلك. ومن هذا المنبر نحيي كل الكتاب وكل أدباء لولاية سيدي بن عباس، والمجال مفتوح للترويج والتعريف بهم ولترويج كذلك لأهم الإصدارات الموجودة هنا بولاية سيدي بن عباس. وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نحضر اليوم هذه الأمسية الشعرية المتألقة للنجمة المتألقة ولوردة سيدي بالعباس. هكذا سيكون لقبها ابتداء من اليوم، طبعا لنبارك لها مولودها الجديد ومتمنين لها طبعا مزيدا من التألق والنجاح والسؤدد. وشكرا لكم على حسن الضيافة، ودمتم لنا أصدقاء الحق. شكرا لكم. الشكر الجزيل للسيدة كلال اللي عرفتنا بهذا المنتدى الكتاب، وشكرا لها على كل ما قامت به وكل ما كتبته وكل ما باته. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لمن دواعي سرورنا أن نحضر هذا العرس الثقافي الذي تصنعه المكتبة المطالعة العمومية لولاية سيدي العباس، التي تصنع عرسا ثقافيا مميزا تحت شعار الكتاب والقراء اليوم يكرمون، وعلى رأسهم القائدة. نعم، أستطيع أن أقول أنها القائدة والكاتبة والشاعرة كلال جميلة، التي زينت هذه القاعة بكتابات وقصص شعرية. فرحنا كل الفرح من بتواجد نخبة كبيرة من القراء والشعراء. نتمنى أن تتكرر هذه الأعراس الثقافية، وأن يكلل كل عمل ثقافي بالفرح والسرور والسؤدد إن شاء الله. السلام عليكم. بالمناسبة تاع تكريم المنتدى الكتاب اللي قامته مكتبة المطالعة قباطي للأستاذة كلال جميلة لقراءتها الشعرية. أظن أن من هذه الفاتحة تاع الباب والدعوة نتاعها الكريمة اللي دعتني باش نحضر هذا الحضور. وبهذه المناسبة نقول كلال عطيتني نفس جديد للفئات ذوي الهمم اللي عندهم مواهب في الشعر والفن، أن فتحت المجال أن يكون ذوي الإعاقة في مجاله الصحيح، ما يكونش بعيد عن النشاط اليومي والنشاط الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم السيدة فتحي حياة، المكلفة بتأطير ورئاسة منتدى الكتاب على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعات العمومية للمجاهد المتوفى محمد القباطي لولاية سيدي العباس. إذن في إطار تشجيع المطالعة وترقيتها وتجسيدا لتوصية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي الرامية إلى غرس ثقافة المطالعة وتشجيع النشأ على المقروئية، ارتأينا أن نستضيف في العدد السادس الأستاذة الكاتبة والشاعرة جميلة كلال، التي متعتنا بمجموعتها الشعرية رياحين الروح. وتكلل هذا اللقاء بتقديم كوكبة من الشعراء والكتاب لقراءات شعرية في خدم القضية الفلسطينية تحت العنوان رياحين على الخطى الراحلين. نشكر كل القائمين على هذا النشاط وعلى هذا المنتدى. أبواب المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مفتوحة للجميع، وأهلا وسهلا بحضورنا الكريم دوما ودائما.